هي بمثابة مباراة ودية، الاتفاق على أساس أنها تجرى مجموعة كبيرة ربما من التبديلات، لكن لغاية الآن لا أهداف. القريب لتسجيل الهدف الأول هو البرشا. أدريانو ينطلق، يتقدم، يلعبها جول. جول فابريغاس يسجل الهدف الأول له ولفريقه برشلونة. هو فابريغاس أضاع فرصة، الآن أدريانو يصنع الهدف لفابريغاس، وفابريغاس يحط الكرة في مرمى دي سانتيس ويسجل الهدف الأول لبرشلونة. له على المستوى الشخصي وما ادري ايش يدور عاد، يعني بعد ما شوف لكن حلوه ادريانو، حلو. شوف انت فابريغاس وين راح، على طول الى ادريانو، لان المجهود الاكبر، المجهود الكبير، وشوف اللي يصنع اكيد من العمق للجهة اليسرى، رفع راسه عدل وطالع وناظر وتقدم إلى الأمام. يا سلام يا أدريانو يفعل كل شيء في اللقطة السابقة، يقشر الكرة مباشرة. فابريغاس يتوجه، شكرا جزيلا طبعا أدريانو على صناعة الهدف والتصفيق الحار هنا من اللاعبين الاحتياطيين، وهم أصلا مو احتياطيين، هم اكيد جماهير الارسنال الحين والله عد يعني هم قالوا وايد، تحدثوا وايد، الصحف في انجلترا تحدثت، المحللين، المعلقين، النقاد عن رحيل فابريغاس. راح يشوفونه من اسبوع الى اسبوع، من مباراه الى مباراه. انت اذا تلعب لاعب اذا يلعب في برشلونه غير، اكيد تلعب مع برشلونه الالقاب تكون يعني قريبه جدا. الكلاسيكو اخر لقب، والان كاس جوانا جامبر، وبرشلونه متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. وكنت اقول ان جماهير ارسنال مثلا اللي تامل مره اخرى ما فيه شيء، فيه جول مدافعي نابولي كانوا يترقبون الراية لم تأتي، والهدف الثاني سيديو كيتا يتقدم الكرة الرأسية، والهدف الثاني لمصلحة برشلونة. كيتا ينشر الفرح مرة أخرى للكبار والصغار وللجميع في البرشا، وانيستا يتألق. لاحظ شوف انيستا يوزع الهدايا على الكل، والكرة ما لاحظ وين هل كان التسلل ام لا. كيتا والراية لم ترفع، وطاقم الحكام اسباني، وسيدو كيتا الكرة الرأسية في مرمى دي سانتيس، وسيدو كيتا يسجل الهدف الثاني. لكن والله يا اخي يوم تقدم سيدو كيتا وين يحطها الجماهير الان التي تصفق، كل جماهير الكامبانو صفقت لنزول ميسي، تصفق الان على اساس ان ميسي يقدم لها هدف من اهداف الجميله. شوف ميسي، تابع ميسي، حط الكرة، يتقدم، يفكر، راح يناظر حائط الصد، ودي سانتس حارس مرمى نابولي، شافي ميسي جول رائع للفريق الرائع بيدرو من ميسي. لكن مرمى والله العارضة تشلقت، القائم تشلق، لكن في الأخير الكرة الرابعة هو دي سانتس ميسي حطها، حط في الجهة القائم الأيمن على يمين حارس. شوف بالضبط الآن دي سانتس ممتاز، صدها، ولكن وين ضربت في العارضة، انزلت أمام مين؟ أمام بيدرو، وبيدرو يسجل الهدف الثالث. شوف رأسية على طول، ضربت أولا في دي سانتس، لحق الكرة يعني في اللحظات الأخيرة، لأن شافي من الأساس كان لعبها تجاه الزاوية، وبالتالي ضربت العارضة، استقبلها بيدرو وخلاص يا اخي صفق لبرشا ايضا، وبقوه البرشا المعهوده والمعروفه لدى الجميع. 65 66 الهدف الرابع. وين الهدف الرابع؟ كرة وصلت الى ميسي مباشره بهذا الشكل الى شافي الى بيدرو الرابع. خلاص الرابع، بس هم اكتملوا، العقد اكتمل.
العقد اكتمل. استمتع أيها العالم، كل العالم، أيها الكون، أيها المحبين عشاق كرة القدم الجميلة. اكتمل فريق برشلونة وليس ريال مدريد. أتى ميسي، أتى بيدرو، أتى شافي، اللمسات السحرية اللي تحرك الأنصار والقلوب والأيادي والحناجر كلها في الكامب نو. لأن شوف، لمسة ورا لمسة، لعبة ورا لعبة، لمسة على الطاير، وشوف شوف 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 لك المثال، واحدة على طول، ثانية، وين ثالثة، رابعة، التقدم إلى الأمام تجاه المرمى، خلاص جول. من هو؟ ميسي. خلاص ميسي أمامك، صنع جول وسجل جول. كانت 71 إلى 29، أصبحت طبعا 70 إلى 30. هكذا يعني كثير من المناسبات يعني نسبة الاستحواذ على الكرة تكون بهذا الشكل. بينية، وين؟ بينية مشروع تسجيل الهدف الخامس. خلاص أتى الخامس لبرشلونة، ميسي والهدف الخامس. الأسبان والطليان يستمتعون معا، الطليان والأسبان وأوروبا والعالم والشبان والشابات والكبار والصغار وكل العالم يستمتع بميسي. كل العالم يستمتع بالأهداف، بصناعة الأهداف، بخماسية الآن لبرشلونة. بس هو سجل جولين مثل الكلاسيكو، بس هو سجل جولين مثل ما فعل في ريال مدريد. احتاج كما ذكرت إلى الدقائق. شوف حتى إريك أبيدان إلى ميسي، تقدم هو وبالقدم اليسرى قوية طبعا في مرمى دي سانتيس، وبالتالي يأتي الهدف الخامس لبرشلونة. 5 أهداف لبرشلونة ولا شيء لنابولي. نابولي تمت دعوته للبطولة أو لهذا النهائي. شوف الأيادي، شوف كلهم. هذا يقول كنا إيطالي، هو يقول ما نقدر عليه، ما نقدر خلاص يا أخي. الاعتراف بالحق فضيلة، وأنت يا أخي والله